بالنسبه له او الموضوع خلاص. صحيح كان في اخطاء النهارده، صحيح كان في النهارده خصوصا الشوط الثاني الاهلي وقع بدنيا بالفعل، وده الوم عليه طبعا المعد البدني للنادي الاهلي ومارسيل كولر. الاهلي النهارده الشوط الثاني ما جاش تماما، وكان سبب ان هو كمان ادى الفرصه للاعيبه الفريق فلومينس البرازيل ان هو يقدر يجيب الجون الاول من ضربه جزاء، ودي رغم ان عليها ليها وما عليها. وبعد كده جاب الجون التاني في زي السنه اللي فاتت بالظبط في موضوع ريال مدريد. الاهلي لما وقع بدنيا او حس ان المباراه ضاعت منه هو ده اللي حصل. لكن الاهلي عمل اللي عليه. لعيبه الاهلي كانوا على قدر المسؤوليه في البطوله. انا مش عايز اقول برضه اعلق شماعه تلاحم المباريات وبتاع والكلام دوت على لعيبه النادي الاهلي، لكن بالفعل النهارده في اكتر من لاعب للنادي الاهلي خصوصا في الشوط الثاني انهم وقعوا بدنيا بالفعل. لكن مش معنى كده ان الموضوع انتهى، لكن كمان في موضوع مهم جدا جدا في سبب اسباب هزيمه النادي الاهلي النهارده، وعدم وجود مهاجم صريح للنادي الاهلي. بقى له اكتر من 4 5 سنين لجنه التخطيط في النادي الاهلي مش عارفه، او مجلس اداره النادي الاهلي ومارسيل كولر بعد ما جه بعد موسيماني بعد ما جه كان مطالب برضه براس حربه، لكن مجلس اداره النادي الاهلي ما وفرش راس حربه ان هو يقدر يدافع عن النادي الاهلي ويكون راس حربه قوي. وبالتالي برضه بعد ما محمد شريف مشي من النادي الاهلي جه للاسف الشديد لاعب زي موديست اللي لا من وجهة نظري ان هو لا قيمة له في وجوده في النادي الاهلي. حتى لما نزل في كاس العالم ما كملش دقيقتين واتطرد وما استفدناش منه. كنا المفروض ان احنا هنستفيد منه في كاس العالم، لكن للاسف الشديد ما استفدناش منه حتى ولا دقيقة. طيب لكن كمان في لعيبة لازم نشكرها، لازم نقدم لها كل شكر زي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر الاخطبوط. الف شكر يا شنو. وكمان بجد يعني كنت اتمنى ان انت تفرح النهارده في عيد ميلادك، لكن هارد لك وقدر الله ما شاء فعل. وان شاء الله مش عاوزين ان احنا نقسو على لعيبه النادي الاهلي اكتر من كده. واقدر اقول على الحلوه والمره معاك، لكن بطالب بالفعل مجلس اداره النادي الاهلي في فتره في انتقالات يناير اللي جايه دي لازم يوجد راس حربة قوي يكون جدير انه يكون راس حربة النادي الاهلي. لكن مش هقدر اعتمد على حسين الشحات وكهربا ان هم يكونوا راس حربة النادي الاهلي، لان هم اصلا مش راس حربة في الاساس. النادي الاهلي محتاج تدعيمات، محتاج تدعيمات وخصوصا في مركز راس الحربة. كل التوفيق للنادي الاهلي في الفترة القادمة، وهارد لك للنادي الاهلي. وزي ما بقول على الحلوة والمرة معك.